ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم النهارده معاكم في جمله في منتهى الاهميه. بنوته بتقول لي دكتوره انا عندي مشكله كبيره قوي. ايه المشكله؟ قلبي بيفكر. قلبي بيفكر. قلت لها هي دي مشكله؟ قالت لي اه طبعا، ما انا بعرفش امشي وراه، بيقعد يفكر ويقول لي ويعيد لي ويعمل لي وفي الاخر ما بعرفش اخد قرار. يا جماعه، في آية في القرآن أفبقلوبكم تعقلون أو أليس لهم، يعني بما معناه طبعا أن القلوب تعقل. يعني ده كلام ربنا اللي خالق القلب وخالق العقل، فهو بيقول لك القلب يعقل. طيب تعالي بقى، علاقة القلب بالعقل بدأت في العلم تبان وتتقال ويبقى في أمارة عليها، وأكتر طبعا يعني ملاحظة اتبحثت إلى الآن هي الناس اللي بتعمل عمليات زرع قلب وبيلاحظوا فرق الشخصية من المريض اللي عمل الزراعة لأنه تأثر بشخصية المتبرع اللي اداله قلبه. لكن أنا النهاردة هكلمكم عن يعني إيه قلبي يفكر، وإزاي المعلومة اللي وصلنا لغاية دلوقتي ومتأكدين منها بتؤكد هذا الموضوع، إنه أنا مشاعري، خلينا نسميها مشاعري، مرتبطة بتفكيري. يعني الاتنين بيكلموا بعض فبيعملوا كونفليكت أو خناقة. المشاعر أو المزاج ربنا سبحانه وتعالى خلق منه نوعين، والنوعين في المخ في مستويين مختلفين، في مستوى أدنى ومستوى أعلى. اسمهم إيه؟ القشرة المخية هي الأعلى، القشرة تحت المخية هي الأدنى. كورتكس بالإنجليزي أو باللاتيني يعني، وسب كورتكس تحت الكورتكس، قشرة مخية وتحت القشرة المخية. المزاج له سكتين. يعني أنا دلوقتي حصل لي أي شعور، ولنفرض خوف، شفت لا قدر الله تعبان، ده هيروح لحتة في المخ اسمها الأميجدالا، والأميجدالا دي هي مدير المخ في الأطفال، لأن الأطفال ما عندهمش عقل، كائن غير عاقل، فالإدارة كلها بتبقى إدارة مزاجية. فالمنطقة دي منطقة صغيرة جدا اسمها الأميجدالا. راح الشعور ده للأميجدالا. الأميجدالا حضرتك بتقرر تبعت الشعور ده فين. لو بعته للمستوى الأدنى هتقوم متصرف على طول، لأن المستوى الأدنى المزاج متصل فيه بالسلوك. يعني المزاج يحرك السلوك مباشرة. يعني حابب الشخص اتجوزه، كاره الشخص اسيبه، ماليش مزاج اذاكر مش مذاكر، تعبان من الامتحان هقفل الورقه واطلع من اللجنه. كده، هو كده. لما يحصل بقى اللي يحصل ابقى افكر واندم، اللي هم الناس اللي بتسمي نفسها مودي او عاطفي. المستوى الاعلى اللي هو الاميجدالا بتبعت الشعور للايه، للقشره المخيه، يترجم، يتفهم، يدرك، ثم ترد على السلوك. يبقى في هنا مزاج راح للعقل ونزل للسلوك. الرابطة دي اسمها قلبي يفكر. يبقى قلبي بيفكر ده ميزة، دي منحة إنسانية، ده الفرق بين الإنسان والكائنات الأخرى. ده حضرتك لو استغنيت عن هذه الحاجة ما بقيتش بني آدم أساسا. طب ليه هي مش حباها وليه ناس كتير مش بتحبها؟ لأن العقل بيبدأ يقول لك إيه، طب التعبان ده هيعمل إيه، امشي مثلا كده، طب عادي، طب اقفلي الأوضة واطلعي، طب مش. فأنت بتحس إنه مفيش أكشن، مفيش فايت وفلايت، مفيش اجري واهجم وده بيحسسك إنك سلبي، بيحسسك إنك مش عارف تعمل حاجة. لا بالعكس، أنت حليت المشكلة، التعبان مش هينط،
انت التعبان ظهر هنا، همشي التعبان مع نفسه بقى لما نشوف مين يشغله ولا يجي يشيله، انا مالي. لكن هصوت واصرخ، انا مش دارسه تعبين ومعرفش التعابين بتعمل ايه مع الصويت، ولا ان انا ههجم اقوم جايبه بتاع ماسكه التعبانه فالتعبانه تقوم قايمه. لا بس انا حسيت هنا ان انا ايه، ايجابيه. خدت بالك ازاي؟ فطبعا ده بيحسسني ان انا مفيش حاجه بتحصل. ايه اللي بعمله ده؟ انا بسوف على فكره، ايه العبط ده؟ انا ايه اللي عملته ده؟ لا بالعكس، حليت المشكله ان في تعبان وانا مش عايزه التعبان ده يجي ناحيتي. فدي اول حاجه. تاني حاجه انه البني ادمين بيبقوا عايزين المطلق. يعني ايه صح مطلق؟ هي مثلا بتفكر مثلا تختار عريس، فعايزه العريس ده يا اما انها ما تفكرش خالص وتاخده وخلاص ويحصل اللي يحصل بقى، يا اما انها كل اللي هتفكره تقول اه كويس وطيب وكريم ولذيذ ومش عارفه هروح خلاص يلا الحمد لله كويس قوي على فكره فظيعه. شويه حاجات بقى عبيطه كده، لا 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 مش مهم، لا الحاجات دي كلها هتتغير بعد الجواز. هي عايزه تريح دماغها، مش عايزه لما تيجي تاخد قرار تلاقي سلب وموجب، مش عايزه تفاضل. عارفين في الاسئله الاختياريه اللي هو يقول لك قولي الاجابه الصح، دي بنجيبها للناس الصغيرين. الناس لما تكبر شويه نقول لهم ايه الاصح، لان بيبقى كله صح. فهي المفروض الواحد ادام كبر وبياخد قرار يعرف ان مفيش قرار كله حلو وقرار كله وحش. يعني ما ريحش دماغي بان هو اللي عايز ده خلاص سيبيه، لا خلاص مشاكل بقى سيبيه، ما تقولي له لا خلاص ارفضيه، لا حلو لا ده كويس قوي، كل الحاجات اللي فيه مش مهمه، كل العيوب اللي فيه مقدور عليها ولذيذه ولا كانها موجوده. يعني متجوزه واحد صف مشفي كده، طب ما ده ما فيش حاجه اسمها كده. ما لازم هبقى عارفه وشايفه العيب وعارفه اتعامل معاه. ما انا اتخطبت له ليه؟ عشان اشوف العيب ده انا هقدر عليه ولا لا، واللي انا هتعامل معاه بيه بمناسب شخصيتي، عمل حاجه عدله ولا زود المشاكل. فده مهم جدا جدا جدا، وبيخلي الناس ما تحبش ان القلب يفكر. طيب الحاجه الثالثه انه انا وانا بفكر انا ببذل مجهود وعايز معلومه، يعني عايز ابذل مجهود في المعلومه. يعني مثلا انت دلوقتي جايه تديني مثلا مدرسه سوري مساله حسابيه لوغاريتميه مثلا وتقول لي حليها. طب انا هحلها ازاي وانا عندي معلومات؟ هو حل المشاكل ملوش علاقه بالذكاء يا جماعه. الذكاء يعني بفهم الحاجه، لكن المعلومه اللي هتخليني احل دي معلومه انا ذاكرتها. طيب انا هنا ما عنديش المعلومه، اللوغاريتمات دي ما اعرفش بقى خدتها امتى ولا خدتها اساسا ولا ما خدتهاش، فانا مش عارفاها. طيب ازاي هحلها ما انا ما اعرفش؟ اوكي. فاذا دلوقتي انا لما اجي اقول بقى انا بفكر عايز معلومه، عايز بقى اسال، عايز اتعلم، عايز افهم، عايز انا مش عايز اعمل كده. انا اللي هيجي في دماغي اعمله. خلاص قلبي بيقول لي سيبي سيب، قلبي بيقول لي امشي همشي، قلبي بيقول لي اشتري هشتري. انا لسه بقى هجمع معلومات؟ بلا معلومات بلا بتاع، كله زي كله عند العرب صابون. فلا طبعا قلبي يفكر ده معناه ان انا بني ادمه، معناه ان انا بعرف اخد قرار، معناه ان انا الندم في حياتي قليل، معناه ان اي حاجه انا شفت انها ما كانتش في مصلحتي او بين قوسين فشل، هبقى عارفه ان انا عملت فيها مجهود معين، والمجهود ده اللي حصل ساعتها، فهتعلم من اخطائي. مش هكره نفسي واحس اني غبيه وانا اللي جبت الروحي وانا مش هتعلم، مش همشي بالعكس ولا بتخبط اقول ما انا اصلا مثلا الغبيه مشيت بالعكس. طب ما باين ان اللي هيمشي بالعكس مش شايف وبالتالي هيتخبط. لا مش عايزه افكر كده. فدول البني ادمين او المزايا اللي هتبقى عند البني ادمين اللي قلبهم بيفكر او مشاعرهم مرتبطه بالتفكير، او التفكير هو الوسيط ما بين المزاج والسلوك. فدي حاجه حلوه جدا ولازم كل الناس تعملها، وكل الناس تحترم انسانيتها وتفكر بقلبها، ويبقى عندها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قلب يعقل به. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.